السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب سكندري 1. أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم مستر محمد جمال، والنهارده إن شاء الله عندنا فيديو جديد، شرح جديد. وتعالى نبدأ نرجع تاني ناخد تريج. يلا بينا، يلا تريج. هناخد النهارده تريج ليسون 3، وهناخد برضه ليسون 4 في التريج. ليسون 3 و4 في التريج. ليسون 3 و4 يعتبر الاتنين واحد يعني، والدنيا كويسة إلى حد ما. وكمان برضو حاجه كويسه اكتر ان احنا يعتبر الدرس ده خدناه يعتبر في بريب 3، فما فيش اي جديد. يعتبر ما فيش حاجه جديده يعني. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بسولفينج ذا تراينجل. يعني ايه كلمه سولفينج ذا تراينجل؟ كلمه سولفينج ذا تراينجل يعني هاتي لي كل الانجل وكل السايد اللي موجوده في التراينجل. يعني مثلا لو انت عندك تراينجل، سبحان الله اي تراينجل عنده 3 سايد، سبحانه برضه عنده 3 انجل. يعني مثلا لو قلت لك تراينجل اي بي سي، رايت انجل تراينجل ات بي، هيديكي مثلا السايد ده مثلا ب 6، والسايد ده مثلا بايه، او يديك الانجل دي مثلا ب 30. ويبدا يطلب منك بقى، عايز اعرف بقى، يقول لك كلمه مش هيقول لك بقى يقول لك البي سي بكام ولا ايه، لا يقول لك سولف ذا تراين، حل تراين. يعني ايه يعني هاتي الانجل الناقصه، هاتي السايد الناقصه، هاتي كل حاجه موجوده في التراينجل ده، كل حاجه. فانا اوريدي اول حاجه هجيب مين؟ هجيب الانجل ايه الاول؟ هجيب ميجر اوف انجل ازاي؟ اكيد هتعمليها 180 ماينس 180 ماينس كام وكام؟ مش دي 90 و30؟ يبقى 90 بلس 30. دي اول حاجه، تطلع معاك ب 60. جبت خلاص دي. بعديها اعمل ايه بقى؟ بعديها ناقص اجيب السايد ده، وناقص اجيب السايد ده. اعمل ايه بقى؟ تعال نفتكر بقى رول الساين ورول الكوزاين ورول التان. ساين مثلا لو بكام على ساين سي، ساين سي ايكوال ايه؟ الابزيت اوفر الهايبوتنس. فين الابزيت؟ اي سي اي بي. اوفر فين الهايبوتنس؟ الهايبوتنس اي سي. تمام كده، يبقى ابزيت اوفر هايبوتنس. طب رول الكوزاين، الكوزاين ايكوال ايه؟ adjacent اللي هو مين؟ اللي هو البي سي، اوفر الهايبوتنس اللي هو الاي سي. طب لو انا عايز اشتغل بالتان، التان عباره عن ايه؟ التان قلنا الابزيت اوفر ادجيسنت، الابزيت اللي هو الاي بي اوفر الادجيسنت اللي هو السي بي. في كل مساله بقى يا جماعه هيكون يعني مخبي لك واحده، يعني مثلا مديك السي ومديك السي بي وعايز الاي بي، مديكي السي ومديكي الاي سي ومخبي البي اي، على حسب كل واحده هتعملي كروس مالتيبيكيشن او شيفت كده. طيب كلام جميل. يبقى انا عندي الساين، خلي بالك اللي هي سوها، ساين ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت. الكوزاين اللي هي كحت، اللي هي الكوزاين عباره عن ادجيسنت اوفر هايبوتنس. البت تقى بقى تقى، التي اللي هي تان ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت. ماشي. A B C is right angle triangle at B، فتروح رسمها لي right angle triangle at B اهو. ادي triangle اسمه A B C right at B. بعدين بيقول لي الاي بي ب 8، تعالى عند الاي بي وحط 8. البي سي ب 12، تعالى عند البي سي واعملي 12. بس بيقول لك هنا بقى سولف ذا تراينجل، حل بقى يلا بيسك في الحيط، يقول لك حل التراينجل كله. مبدئيا اول حاجه واسهل حاجه اجيبها هو مين؟ امسكي بقى الكالكليتر وخليك معايا كده عشان تشتغلي معايا. اجيب الهايبوتنس اللي هو اي سي. ازاي اجيب الهايبوتنس اي سي؟ ده بايثاغورس. ولا بنعمل ايه بقى يا بسمله؟ روت الايه؟ روت ال 12 باور 2 بلس ال 8 باور 2. 12 باور 2 بلس ال 8 باور 2. واعملها على الكالكليتر معاك 14.4 سنتيمتر. بس كده. كده جبت مين؟ جبت ده 14.4، جبت السايد. كده انت معاك كل السايدز، ناقص بقى الانجل يا مستر. طب ازاي اجيب الانجل؟ احنا نسينا، احنا قلنا رول الساين والكوساين والتان معايا. طيب فانا هقف مثلا، انا عايز اجيب انجل سي مثلا، يعني هقف عند السي اهو. شوف انت معاك ايه بقى. انا عايز اجيب انجل سي، معايا اوبوزيت، انا معايا كل حاجه. فممكن اشتغل بالاوبوزيت والادجيسنت واشتغل برول التان. ازاي يعني بص، يعني اعمل كده تان السي ايكوال الاوبوزيت، فين الاوبوزيت؟ 8 اوفر الادجيسنت، فين الادجيسنت؟ 12، يبقى 8 اوفر 12. واعمل شيفت تان، يلا امسكي كده واعملي معايا. يلا شيفت تان 8 اوفر 12، طلع لي السي. شيفت تان 8 اوفر 12 طلع معاك السي. 33 degree 41 minute. 3 degree 41 minute. لا كنت بقول الرزق. ماشي.
24 second 4 سكند approximately يعني. ماشي مفيش مشكله. كده انا جبت مين؟ جبت السي بقى خلاص. طب واحد يقول لي مثلا ثواني، هو انت ليه اشتغلت يعني برول أنا لما بجيب التاني؟ السي ليه اشتغلت ده برول التاني؟ بعرف منين إن أنا هجيب التاني، اشمعنى تاني؟ انا بتكلم في كده، انا لسه كنت بقول اشمعنى التاني يعني. لان انت هنا خدت مين؟ خدت الاوبزيت اوفر مين؟ اوفر الادجيسنت. اوبزيت وادجيسنت رول التاني. طب هو انا لو كنت اشتغلت برول الساين عادي بس ساعتها بقى تعملي ايه بقى؟ هتقولي لي ساين السي ايكوال فين الاوبزيت 8 اوفر الهايبوتنس كام؟ الهايبوتنس 14.4 واعمل شيفت ساين 8 اوفر 14 اوفر 4 هيطلع نفس الرقم على فكره. طب واحد يقول لي يا مستر طب وانا ليه ما اشتغلش بالتان؟ عادي اشتغلي بالتان. اقول برضو شيفت تاني، اقول برضو ايه التاني اللي هو adjacent over hypotenuse. الادجيسنت كام؟ 12 والهايبوتنس كام؟ 14.4 يبقى 12 over 14.4 فكله هيطلع لك نفس الاجابه 83 degree و41 minute و24 second. بس كده ناقص بقى اجيب انجل ايه. ازاي اجيب الانجل ايه بقى؟ ما هو ده تراينجل معاك واحده ب 90 فاكيد الاثنين دول ب 90 فانا ممكن اعمل 90 ماينس ال 83 او 180 ماينس افتحي براكت 90 بلس 83 و41 و24 دي ماشي. فالاسهل ان انا كده اعمل 90 ماينس يبقى 90 ماينس ال 83 واكتب كده 83 ديجري اكتبها كلها على بعضها كده 83 ديجري وال 41 مينت و24 24 سكند واعملها على الكالكوليتر شوف تطلع معاكي بكام بقى. بس كده. اشمعنى الأسهل إن أنا أعمل 90 ماينس؟ عشان هي 90 عندك أصلا بتاعت هو البي. في حاجه بس هو الرقم ده ما طلعش كده. ماشي شيفت 10 كمان. 8 اوفر 12 ما طلعش الرقم ده يا أنا ملك. جبت السي برضه. طلع اهو شيفت 10 8 اوفر 12 33 ديجري 41 مينت و24 سكند. الرقم ده مش صح. طيب سؤالك اعرف منين؟ اعرف ان انا اجيب 90 ماينس يعني اشمعنى 90 ماينس؟ عادي ما هو التراينجل كله 180 فانت تقولي 180 ماينس ال 90 والرقم ده هيطلع الانجل الثالث او ادام واحده ب 90 يبقى الاثنين دول ب 90 فانا اعمل 90 ماينس دي على طول يعني مثلا ادي تراينجل خليها ارقام سهله دي مثلا 90 ودي 30 فاكيد دي كام؟ 60 عرفت ازاي؟ ممكن واحد يقول لي 180 ماينس ال 90 بلس 30 يطلع معايا 60 او واحد يقول لي يا مستر لسه هعمل 180 ماينس طب ما ليه؟ ما انا عارف ان الاثنين دول لازم يكونوا 90 ما هي واحده ب 90 فاكيد الاثنين دول ب 90 فاعمل 90 ماينس ال 30 على طول تطلع 60 على طول مش كده؟ يعني أنا عملت واحده 90 كمان ماينس كده عشان يعني دي مش شرط انا ممكن احلها ب 3000 طريقه. في ناس اصلا ما بتعملش 90 ماينس الرقم ممكن اقول لك تعمل ايه؟ تقول لك تاني الايه على طول تاني الايه ايكوال مين؟ فين الاوبزيت؟ الاوبزيت 12 وفين الادجيسنت 8 فاعملها شيفت تان 12 اوفر 8 احنا قلنا الارقام دي بقى قلنا مش صح فانا مش شرط اعملها ايه؟ مش شرط اعملها ب 180 ماينس او 90 ماينس براحتك خالص. ناخد واحده كمان طيب ونحلها بطريقه مثلا مختلفه عادي نشوف اكزامبل 3. اكزامبل 3 هنا بيقول لي ABC is right angle triangle برضو فانا هرسم right angle triangle كده. اهم حاجه يكون الرايت عند مين؟ رايت ات بي ادي A وادي B وادي C. المره دي مديني الاي بي ب 5 اجي عند الاي بي واروح اعمل 5 مديني انجل اف 40 انجل اف 40 وبيقول لك سولف ذا تراينجل. مبدئيا انا معايا واحده في 40 اهي وانا مغمض اعرف اجيب السي. ازاي اجيب ميجر في انجل سي؟ ده اللي كنت بقول عليه بقى ممكن اقول 180 ماينس 90 و40 او 90 ماينس 40 على طول تطلع معاكي 50 بس فالانجل يطلع معاكي 50. طيب ناقص بقى عايز اجيب بقيه السايد. بص بقى نصلي على النبي الاول كده كان معايا السي دي بكام؟ السي دي ب 50 حلو معايا انجل سي اهي ممكن اشتغل على انجل سي وبرده باكد ممكن اشتغل على ال 40 براحتك اشتغل على اي حاجه. انا بحب اشتغل على سي عشان تكون واضحه شويه كده. انا شوفي بقى معايا ايه وعايز ايه؟ انا عايز اجيب ده اللي هو الادجيسنت بتاع السي وعايز اجيب ده اللي هو الهايبوتنس بتاع السي. الادجيسنت والهايبوتنس بتاع السي. طيب حلو تعال نبدا بالادجيسنت ده اللي هو السي بي ده اجيبه ازاي؟ هقول له ده ايه ده؟ انت معاك الابزيت وعاوز الادجيسنت. اوبزيت وادجيسنت ده رول ايه؟
اوبزيت وادجيسنت ده رول ايه؟ رول التان. فاشتغل بتان السي. تاني يعني؟ تان السي اللي هي تان ايه؟ تان 50 بقى. تان السي اللي هي 50. تان ال 50 ايكوال ايه؟ الابسيت اللي هو 5 اوفر الادجيسنت اللي هي السي بي. سميها اكس، سميها زي ما تسميها، واعملها شيفت كالك على الكالكليتر. يعني اكتب كده تان ال 50 الفا كالك 5 اوفر ليه اكس، او ليه اعمل كروس 50؟ مالتيبيكيشن. صح؟ السي بتاع 50، فبراحتك عايز تشتغل على الان اشتغل على ايه برضه، مفيش مشكله، بس انا شغال على السي هنا. تمام تاني السي ايكوال ايه؟ الابزيت اللي هي اي بي اوفر الادجيسنت اللي هي سي بي. ابزيت اللي هي دي والادجيسنت اهو. تاني السي عندي تاني السي اللي هي تاني ال 50 ايكوال الابزيت كام؟ الابزيت 5 والادجيسنت كام؟ اللي هو السي بي. شيفت كالك اجيبها على طول. ماشي؟ افكروا كده بالشيفت كالك عشان الناس اللي مش فاكراها. ثانيه واحده كده اعمل لكم شيرنج للكالكوليتر تاني. هعملها ازاي بالكالكوليتر؟ قلنا هكتب اول حاجه هكتب تان ال 50. تان ال 50 عادي خالص، واقفل البراكت اهم حاجه، وادوس الفا كالك كده علامه الايكوال. دوس بقى فراكشن، فوق في 5 وتحت في ايه اللي هي السي بي، حط مكانها اكس الفا مثلا، وادوس اكس وادوس شيفت كالك ايكوال. تكتب على طول الانسر، تطلع الانسر بكام؟ ب 4.19. طلعت بكام؟ 4. انا ما حطيتش الباكت، عشان كده عمالة اقول ليه الاجابة بتاعتي مختلفة. هو هنا المفروض البراكت مش هتاثر في دي، البراكت تاثر في حاجه ثانيه اقول لك عليها كمان شويه. لو هنعمل بقى كروس مالتيبيكيشن، لو هتعملي كروس لا مالتيبيكيشن انا هتعملي ايه؟ هقول لك دلوقتي هتعملي ايه. تاني 50 دي اكنها ايه؟ اكنها اوفر 1. تعالى نعمل كروس مالتيبيكيشن مقص بقى. 5 تايم 1 اوفر تاني 50. يبقى لو انا هجيبها بطريقه ثانيه، لو هجيبها بطريقه الكروس مالتيبيكيشن اعمل ايه؟ 5 تايم 1 يعني 5 اوفر تاني ال 50. لو ما قفلتيش بقى البراكت اللي تحت دي هتخلي لك الانسر تطلع معاكي ماث ايرور. فانا لازم اقفل البراكت اللي تحت دي. اعملي يلا 5 اوفر تاني ال 50، تطلع معاكي نفس الانسر 4.19. ولو شلت البراكت هتطلع معاكي ماث ايرور لو ما قفلتش براكت تحت. ده اللي انا اقصد بقى ان هي هتاثر في الاجابه. بس كده جبت الانسر دي كام؟ طلعت معانا 4.19. لو تعملها ابروكسيمتلي يعني مثلا 4.2 مثلا 4.2. مين يجيب لي الاي سي بقى؟ انا ممكن اجيب الاي سي بايثاغورس برضه، روت ال 5 باور 2 عادي، ممكن اجيب بايثاغورس عادي. طب واحد يقول لي مثلا معلش انا مش عايز اشتغل بايثاغورس تاني بقى، انا عايز اشتغل بالساين والكوساين والتان والكلام ده كله. تعال نشتغل على ايه؟ تعال ما تيجي نجرب مثلا الاي. انا عايز اشتغل على الانجل ايه، براحتك اللي انت عايزاه. تاني الايه او اشتغل على انجل ايه. معايا ايه دلوقتي؟ انا معايا الادجيسنت 5 ومعايا الهايبوتنس اي سي. خلي بالك ان الاي سي الاي سي ده بالنسبه للانجل ايه هو هايبوتنس، وال5 بالنسبه للانجل ايه ادجيسنت وهايبوتنس رول الكوزاين. واحد يقول لي يا مستر طب ما ينفعش اشتغل بالساين؟ عادي. الابزيت انا لسه جايبه 4.2 اوفر الهايبوتنس اللي انا عايزه، براحتك بقى اللي انت عايزاه تستخدميه. واحد يقول لي اصلا مش هشتغل على الايه، اصلا مش هشتغل على الايه، مش عجباني الايه، انا هشتغل على السي برضه. خلاص اشتغل على السي. معايا ايه؟ معايا الابزيت 5 ومعايا الهايبوتنس اي سي، فبراحتي انا هشتغل على ساين مثلا، ساين الايه؟ ساين السي برضه. ساين السي المفروض ايكوال ابزيت اللي هو في وش السي اللي هو اي بي اوفر الهايبوتنس اللي هو الاي سي. طيب يبقى ساين كام؟ يبقى ساين ال 50 ايكوال الابزيت 5 اوفر مين؟ اوفر الهايبوتنس اللي هو الاي سي. اجيب الاي سي ازاي؟ كروس مالتيبيكيشن او شيفت كالك. يبقى 5 تايم 1 اوفر ساين ال 50، او شيفت كالك تطلع الاي سي على طول، او كروس مالتي او بايثاغورس ثيرم تطلع الاي سي على طول. فقلنا احلى حاجه في الدرس ده ان تتحل بكذا طريقه، وكل الطرق تطلع عنك نفس الايه؟ نفس النمط. دي كده بقى ايه المسائل بتاعه الكلاس ورك. لا مع بعض يلا. خلي لي 1 و2 دلوقتي حالا. الكلمتين دول مهمين جدا.
لو انت معاكي تراينجل اهو، لو معاكي سايد واحد وانجل واحده تاني في الرايت، اعرف اجيب كل حاجه، اعرف اجيب كل حاجه. او سايدين بس اعرف اجيب كل حاجه، برضه سايدين بس اعرف اجيب كل حاجه. فانت لو معاكي سايدين هو احنا او بنحل في سايد 1 وانجل في 1 اعرف ولا اجيب كل 2؟ حاجه. نمبر 2 هنا عندي بيقول لي solving the triangle. طبعا المساله دي او تعال نحل نمبر 1 برضو بالمره. لو انا عندي triangle اهو على السريع كده، ادي اسمه A B C، وهو قال لي write at B، ومديني السايد اللي هو الاي بي بكام؟ ب 12، ومديني السايد اللي هو بي سي ب 5. انا بكل سهوله اجيب ده بايثاغورس. يعني اعمل ايه؟ يعني اجيب الاي سي بايثاغورس ثيرم واقول له روت ها ال 12 باور 2 بلس ال 5 باور 2. طلعت معاكم بكام؟ طلعت معاكم ب 12 سنتيمتر. حلو الكلام. تمام كده، كده انا جبت اول سايد. بعدين بقى اروح حاططها هنا ب 12، خلاص رحت حاططها هنا ب 12. طب هو بيقول لك سولف ذا تراينجل، يعني عايز كل السايد وكل الانجل. تعال نجيب الانجل سي، مش شرط اجيب السي، هاتي ايه؟ هات براحتك. طيب اجيب السي ازاي؟ اشتغل باي رول عندي. انا معايا اوبزيت ومعايا ادجيسنت، فممكن اشتغل برول التاني. معايا اوبزيت وهايبوتنس ساين، معايا ادجيسنت وهايبوتنس كوز، براحتك براحتك. انا بحب اشتغل بالتان مثلا. تان السي ايكوال فين الاوبزيت؟ 12. فين الادجيسنت؟ 5. واروح عامل شيفت تان 12 اوفر 5، اطلع الانجل سي، بقول له ميجر اوف انجل سي ايكوال، تطلع معاكي كام؟ تطلع معاكي 67 ديجري و22 مينت و48.22 ايه او 29 وانا مش عارف 49 سكند. ماشي، كده جبت مين؟ جبت السي. حلو. عايز اجيب الايه؟ ممكن اشتغل برضو opposite over adjacent، التان برضو عادي. بس لو تشتغلي على تان الايه اهو، الاوبزيت بكام؟ الاوبزيت اللي في وش الايه 5، والادجيسنت كام؟ 12. واعمل لها شيفت تان 5 اوفر 12، تطلع معايا 22 ديجري و37 مينت و11.51 سكند. او انا ممكن مثلا اعمل 180 ماينس الاثنين دول، او اعمل 90 ماينس الايه؟ ال 60 مين؟ ال 67، تطلع معايا كام؟ 22. فكذا طريقه، براحتك اللي انت عايزاه. طيب اللي بعديها نفس القصه برضو، هرسم تراينجل عادي خالص، والتراينجل ده برضو رايت ات بي، ادي A B C، ومديني الاي بي بكام؟ ب 10، ومديني الانجل سي بكام؟ ب 54. وتعال نشوف عايز ايه. اول حاجه بيقول لك سولف ذا انجل، هجيب الاي، اول حاجه هجيب الاي. ميجر اوف انجل ايه بكل سهوله. هجيبها ازاي؟ هقول له 90 ماينس ال 54. 90 ماينس 54 ده معاك 36 بس، فانا جبت دي ب 36. بعدين تعال نشوف بقى، اشتغل برول بقى. هشتغل رول ايه؟ براحتك، انت عايز تجيب مين؟ تعال نجيب ده مثلا. هجيب ده ازاي؟ انا معايا ايه؟ معايا الابزيت، وعاوز ايه؟ وعاوز الادجيسنت. ابزيت وادجيسنت رول ايه؟ ده رول الايه؟ التان. يبقى اقول له تان ال 54، تان ال 54 ايكوال الابزيت كام؟ 10، والادجيسنت كام؟ سي بي. على فكره ممكن حد يشتغل على الايه، زي مثلا الملكه كانت شغاله على الايه، قالت تاني الايه اللي هي تاني 36 يعني، ايكوال الابزيت انا ما اعرفوش سي بي اوفر الادجيسنت كام؟ الادجيسنت 10 بس، واعمل شيفت. فنجي بقى بالشيفت كالك تطلع السي بي. تطلع السي بي بكام؟ تطلع السي بي، حد طلعها؟ جبناها 7.2. ماشي، حط هنا بقى 7.2، شيلت دي خالص، حط مكانها 7.2. عايز اجيب بقى الهايبوتنس، عايز اجيب رول ساين كوزاين تان، ماشي. عايز اجيب بايثاغورس، قشطه مفيش مشكله، كله صح والله. يبقى السي بي ايكوال روت ها ال 10 باور 2 بلس ال 7.2 باور 2. ماشي الكلام. تطلع معاكي كام بقى؟ 12 بوينت حاجه، 12.3. ماشي. تعال نشوف بقى احسن مساله والرخمه اللي فيهم اصلا، يعني اللي فيها فكره اصلا درس. هي دي فكرته بس، يعني دي اصعب فكره. الفكره بتاعت دي بيقول لك ايه؟ انا عندي ده تراينجل، بس ما قاليش ان التراينجل ده رايت. يعني بص، هو قال لك ده تراينجل البي بكذا، ما قاليش انه رايت. فانا هرسم مثلا تراينجل زي كده اهو.
يعني في ايه؟ طيب فانا عندي هنا بيقول لي الانجل بي. اول حاجه هرسم تراينجل اي بي سي. ماشي. ادي ايه مثلا، وادي بي، وادي سي. بيقول لي ميجر اوف انجل بي 55. الانجل دي 55 اهي. بيقول لي الاي دي بيربنديكولار على البي سي. اي دي بيربنديكولار على البي سي اهو، ده كده بيربنديكولار. ماشي. بعدين ولا تيجي نلف احسن، نلف احسن عشان ايه نحاول. يعني نخلي ده ايه، نخلي ده بي، ونخلي ده سي. كله صح طبعا، هو كله صح، بس انا عشان ايه الرسمه تكون اوضح شويه. البي بكام؟ البي 55 اهي. الاي دي بيربنديكولار على البي سي، فرحت ننزل اي دي تبقى بيربنديكولار على البي سي. حلو. بيقول لك ان البي سي كلها 15. البي سي كلها على بعضيها 15. وبيقول لك الاي دي ب 10. الاي دي اللي انا نزلتها دي ب 10 سنتيمتر. عاوز ايه؟ عاوز يجيب السي. عايز يجيب السي دي بكام؟ الحته دي، الحته دي بكام يعني؟ وعاوز كمان يجيب الانجل سي بكام؟ يعني عايز يجيب الحته دي وعايز يجيب الانجل سي دي. يلا واحده واحده مع بعض كده. اول حاجه هشتغل ايه؟ انت لو انت خدت بالك هتلاقي ان هنا مفيش رايت. يعني مثلا التراينجل ده اصلا مش رايت انجل تراينجل. لا بس اللي احنا نزلناه بالبربنديكولار قسمهولي الاثنين تراينجل رايت. بقى ده رايت لوحده وده رايت لوحده. بقى ده رايت لوحده وده ايه؟ رايت لوحده. انا هتكلم بقى على التراينجل اسمه ايه الرايت ده اللي هو اسمه اي بي دي. ان تراينجل اي بي دي اللي هو رايت. بص بقى انا معايا ايه، ركزي شويه معايا بقى. انا دلوقتي معايا الانجل دي 55 ومعايا الابزيت اهو. اعرف اجيب الهايبوتنس ده واعرف اجيب الادجيسنت ده. طب احنا عايز ايه؟ انا عن نفسي عايز اجيب دوت، عايز اجيب السايد ده. طيب ما انا عشان اجيب اللي هو عايزه ده محتاج اعمل ايه؟ محتاج يكون معايا ده عشان اعمل 15 كلها ماينس الحته دي. يبقى تاني عشان اجيب الحته بتاعت الدي سي ديت محتاج اعمل ال 15 كلها ماينس الحته دي. فانا عشان كده هجيب دي الاول. يبقى تاني انا معايا 55 ومعايا الابزيت ب 10 وعاوز اجيب الادجيسنت. ابزيت وادجيسنت رول التان. يبقى اقول له تان ال 55 ايكوال الابزيت كام؟ 10 والادجيسنت كام؟ بي دي. شيفت كالك هاتي لي بي دي. يلا بي دي ايكوال شيفت كالك او 10 اوفر تان 55. انا كالكوليتري تعبانه بجد بقى. هتعمليها شيفت كالك او تعمليها 10 ديفايدد 10 الفيفث تراينجل. يعني هنا طالب مني جيفن معين، طالب السي بي، طالب السي كده. لو قال لي السيرفيس ده تراينجل هضطر اجيب دي واجيب كل حاجه. يعني انا مش عايز دي، انا عايز اجيب ديت علشان دي جبتها بكام؟ طلعت ب 7 دلوقتي اهي. اعرف اجيب بقى السي دي. هقول له بقى ده كله 15 ماينس ال 7 بقى. يبقى الدي سي ايكوال ال 15 كلها ماينس ال 7. تطلع معاكي هنا ايه؟ تطلع معاكي 8 سنتيمتر. فاحنا جبنا الحته دي بكام؟ ب 8. حلو. عايز اجيب الانجل دي بقى. الانجل دي في التراينجل الثاني. شوف انت معاكي ايه واعرف اجيبه منها. انا معايا عايز اجيب الانجل سي. معايا ايه؟ معايا الابزيت 10 ومعايا ايه تاني؟ ده معايا الادجيسنت 8. حلو. يبقى انا اقول له دلوقتي رول مين ده؟ ده رول التان. يبقى تان السي ايكوال فين الابزيت؟ 10 وفين الادجيسنت؟ 8. شيفت تان اول ما تلاقي انجل سي شيفت تان على طول. يبقى شيفت تان تطلع ميجر في انجل سي. شيفت تان 10 اوف تطلع الانجل 51 ديجري. 51 ديجري 20 مينت 24 سكند. هنحل بقى حاسه كفايه كده قوي علينا. خلاص. ايه بكده يكون خلاص الدرس خلص. هتحلي بقى اكسرسايز 3 هوم ورك بس تشوز بس. ده الالتزام مش مهم. انا ما بعملش حاجه. ليسن 4 في التريج. احنا لسه واخدين من شويه ليسن 3 في التريج. عندي دلوقتي ليسن 4 في التريج. ليسن 4 في التريج هو يعتبر ابلكيشن على ليسن 3. فيعتبر يعني ايه، هو مش حاجه صعبه قوي، هو بس ان بيديني بروبلم معينه وانا بحولها لليسن 3 بالظبط. الدرس اسمه ايه؟ اسمه انجل اوف elevation and depression. يعني ايه يا مستر elevation and depression؟ يعني انا مثلا لو انا واقف على الارض كده وادي الارض اهو وفي برج كده معدي، فلقيت واد راح حادفني بايه؟
بكيس ميه من فوق، فانا عايز اشوف مين الحيوان اللي حدفني بكيس الميه ده. طيب فجيت بصيت، رحت باصص عيني لفوق كده 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 كده، بصيت لمحت تعالى يا ابن اللذينه بقى، ده اللي انا عملته ده كده اسمه ايه؟ انا بصيت لفوق، ففي سيتا هنا. لما جينا رفعنا، انا المفروض عيني تبقى باصه لقدام صح؟ المفروض اكون ماشي عيني باصه لقدام. لكن لما الواد جه حدف كيس الميه وبصيت له فوق، بقى في انجل. بص بقى، ما كانت ماشيه كده، في انجل هنا. الانجل دي بنسميها انجل اوف ايه؟ انجل اوف اليفيشن، اسمها انجل اوف اليفيشن. طيب تمام. هو بقى في المساله يقول لك ايه؟ يقول لك if the length او the distance between المان مثلا والبيز بتاع التاور، مثلا المسافه بتاعتها 12 متر مثلا، عايز يعرف يحسب ارتفاع اللينس بتاع التاور قد ايه. ما هو يديني مثلا الانجل دي ب 30 مثلا او 40 مثلا. يبقى معاكي 40 وابزت وادجيسنت رول التان، ده نفس الكلام ونفس الحل بتاع الدرس اللي فات. الفرق بس ان انت ترسمي الرسمه بتاعتها بس كده. الانجل اوف ديبريشن العكس بقى. لو انا بقى ايه، لقيت الواد معدي في الشارع وقلت والله ما هعديها لك على خير وهنتقم وارميك انا كمان بكيس الميه، فرحت انا طالع فوق البرج اهو، فوق التاور اهو، ومسكت كيس الميه وهوب حدفته فين؟ حدفته على الواد اللي معدي تحت. فانا حدفته مين؟ حدفته كده. ايوان. يبقى انا واقف فوق وحدفت كيس الميه على الواد وهو معدي بالعربيه او معدي في اي حته. فانا كده المفروض عيني تبص فين؟ تبص هنا. فالانجل اوف ديبريشن، الانجل اللي انا بصيت فيها فين؟ لما انا كان المفروض عيني كده، بصيت تحت كده. فالانجل بقت هنا. يبقى دي بنسميها انجل اوف اليفيشن، الانجل دي بنسميها انجل اوف ديبريشن. وعلى فكره لو انت خدت بالك، ده مستوى نظري، مستوى عيني، وده البيس الارض، الاثنين بارلل. فبالتالي الانجل دي هي الانجل دي بالالترنيت، بالزد. حد خد باله ان في زد هنا؟ فبالالترنيت الانجل بتاعت الاليفيشن اللي فوق هي الانجل اللي تحت. فانا بالتالي لما اجيب الانجل ديت يبقى كانك جبت مين؟ الانجل بتاعت الاليفيشن. طب السؤال يجي يقول لك ازاي؟ على حسب، يقول لك مثلا if the angle of elevation مثلا ب 37 مثلا، والهايت اوف ذا تاور، الارتفاع بتاع البرج مثلا يعني 20 متر مثلا. عايز يجيب اللينس بتاع دوت، عايز يجيب المسافه ما بين الراجل والراجل الثاني اللي حدف عليه كده يعني، على حسب المساله. بس يبقى اشتغل بايه؟ برضه اشتغل برول الساين والكوزاين والتان بنفس الحل، بنفس كل حاجه. الفرق بس ان انت تعرفي ترسمي الانجل بتاعت الافينجر والديبريشن. ماشي. فما فيش حاجه جديده، تعال نحل على طول ايه كام مساله كده وخلاص، درس سهل ان شاء الله. هاتوا كده الكلاس ورك اهي. اول واحد بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي man found the measure of the angle of elevation of the top of the house of a point 50 meter far from the base is 38 and 26. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل بص بانجل اوف elevation على التوب بتاع الهاوس. ادي البيت اهو، وادي الشبابيك بتاعته كمان اهو، عشان يبقى شغل فيه شغل عالي بقى. واقف تحت اهو، واقف تحت وباصص ايه؟ باصص على التوب بتاع الايه؟ بتاع الهاوس، البيت من فوق. وده البيز، ده الارض اللي انا واقف عليها. في هنا انجل سيتا. الانجل بقى قال لك بكام؟ قال لك هتبص بانجل 38 ديجري و26 ايه مينت. ماشي تمام. قال لك كمان بص بقى ال 50 دي حطها فين؟ دي مشكله بقى. المشكله عندكم ان انتم مش عارفين تحطوا الرقم ده فين، هل دي في الهايبوتنس ولا البيز؟ مش انتم ملاحظه ان ده قلب رايت انجل تراينجل؟ ده قلب تراينجل فعلا اهو. بس كده. بس ال 50 دي فين بقى؟ قال لك ال 50 دي متر فروم ايه؟ فروم ذا بيز. يبقى دي الديستانس ما بين الواد والبيز بتاع التاور، البيز بتاع الهاوس. يبقى دي ال 50. كده يا جماعه التراينجل قلب رايت خالص اهو والله عامل اكنه رايت انجل تراينجل، اكنك ده معاكي ده 50 ومعاكي ده 38.26 اهو، ومعايا ايه؟ معايا الادجيسنت ومعايا الانجل. اعرف هو عايز ايه بقى؟ عايز ارتفاع البرج قد ايه، عايز ارتفاع الهاوس ده قد ايه. يعني هو عايز مين يا جماعه؟ يعني عاوز مين؟ عاوز الاوبوزيت. ومعايا مين؟ معايا الادجيسنت. اوبوزيت وادجيسنت ده رول مين؟ رول التان. بس كده المساله خلاص خلصت. هي الفكره كلها في رسمتها بس يا جماعه. بس يبقى انا اقول له الاوبوزيت بكام؟ بقول له تان. مستر انا مش فاهمه. 30
تان بس كده يا حاج المسألة خلصت. يبقى تان السي اللي هي كام بقى؟ اللي هي 38 ديجري و26 مينت ايكوال الابزيت اللي هو ارتفاع الهاوس اللي عندي اوفر الادجيسنت اللي هي 50، واعملها شيفت كالك او كروس مالتيبليكيشن 50 تايم دوت. ماشي، طلعت معايا 39.67، بس هو عايز approximated to the nearest meter. خلي بالك ان ال 6 كانت بتزود على دي 1، فتبقى الاكس بكام؟ 40. يبقى ده الهايت، ارتفاع المبنى بكام؟ ب 40 متر. ماشي كده؟ المشكله كده هنحل 3 ونرجع ل2 تاني. بيقول لك from the top of the rock، من فوق صخره. يبقى انا عندي صخره هنا كده اهو، صخره اهي، دي الارض. من فوق الصخره دي شكل واحد واقف فوق هيبدا يبص بقى من فوق الصخره على حد ماشي تحت. اه بصي، الصخره طولها قد ايه؟ 100 متر، يبقى الطول ده كله ب 180 متر. ماشي. قال لك ذا ديبريشن يبقى الانجل دي بصه لتحت. يبقى ده المفروض مستوى عينه كده المفروض، وهو هيبص تحت على حاجه. بص على مين؟ قال لك بص على بوت، صح ولا ايه؟ اهو ادي بوت، يا سلام عليك فنان. اهو يبقى هو واقف فوق الرك وبص على المركب او القارب اللي معدي هنا. طب ال 300 دي بتاعت ايه؟ قال ال 300 دي هي الديستانس بتوين مين؟ ما بين البوت والايه؟ والبيز بتاع الرك. بص بيقول لك هنا ايه؟ and the depression angle of a boat 300 meter apart from the base of the rock. يبقى المسافه ما بين الصخره والبوت المسافه بتاعتها كام؟ قال لي المسافه بتاعتها 300 متر. بس تعالى نشوف عايز ايه. عاوز الانجل اوف ديبريشن. فين مش ده الانجل اوف كده ديبريشن؟ أرتجليت؟ لو انت فاكره قلت ايوه. ما بصي، ما دي الانجل اوف ديبريشن. طب بس انا مش عارف اجيبها هنا. هاتي بقى الزد بتاعتها أيوه اللي هي دي. يبقى انا اشتغل على التراينجل ده بقى. ده أيوه اكنه رايت اهو، اكنه رايت بالظبط. حتى بصي هرسمه لك الرايت، او هرسمه لك بقى رايت اهو اهي. يبقى انا عايز يبقى الانجل دي اللي هي تعتبر الديبريشن دي، ودي 300 تحت اهي، وده رايت اهو، ودي ايه 180 اهو. ايه ده؟ طب مسقات حولت الدرس اللي فات بالظبط. ايوه، هتشتغل انهي رول؟ براحتك بقى. انا هنا اكيد شايف ان انا اشتغل باوبزيت وادجيسنت برضه تان. يبقى اقول له تان السيتا ايكوال فين الاوبزيت؟ ب 180، وفين الادجيسنت؟ ب 300. شيفت تان، هات السيتا يلا. شيفت تان واكتب 180 ديفايدد 300. يطلع معايا كام؟ يطلع معايا 30.9. لا ده عايز، ده عايزها بالديجري، لان دي انجل. ادام انجل بالديجري ومتر والسكند، يبقى 30 ديجري 57 minute 49.52 سكند. يبقى ده ولا عبث ولا حاجه. الفكره كلها ده الدرس اللي فات بالظبط. الدرس اللي فات بالظبط اللي اسمه الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان هو هيديكي ايه؟ هيديكي بروبلم انت تحوليها لتراين اهو. سواء كانت انجل اوف اليفيشن، يعني راجل باصص لفوق اهو، بص لفوق، معايا دي 50، معايا الانجل دي بكام؟ ب 38. خلاص اشتغل برول بقى ايه؟ تان ساين كوزاين على حسب. او تكون انجل اوف ديبريشن، هيبص لتحت. فلما يجي يبص لتحت خلي بالك من حاجه، ان دي الانجل اوف اليفيشن اوف ديبريشن اللي هي برضو دي بالزد الترنيت. فانا لو جبت دي خلاص يبقى انا جبت دي. بس طب جبت ازاي؟ شوف معاكي ايه؟ معاكي اوبزيت اهو، ومعاكي ايه؟ ادجيسنت اهو. خلاص رول التاني بس، خلص الكلام. وعلى فكره الدرس ده طب هي معاكي برضه في الفكرة سكند كلها تو، بتبقى في في ثانيه الرسمة؟ ثانوي. الفكره كلها في الرسمه، رسمتيها تمام، ما رسمتهاش خالص. والله ده معاكي برضه السنه الجايه في سكندري 2 برضه، فمهم جدا. طبعا هناخدها بحاجه تانيه، برولز تانيه كمان، مش ساين وكوزاين كمان بس. هناخد حاجه اسمها ساين لو وكوزاين لو وحاجات تانيه كده ان شاء الله. طيب فبصي الافكار كلها بتيجي كده زي 1 و 3. الفكره الصعبه الوحيده فيهم اللي هي اكزامبل 2. على فكره اكزامبل 2 بيقول لك بقى a man of the height is 1.5، راجل طويل شويه اهو، ارتفاعه قد ايه؟ 1.8 1.5. شفت الشكل ده يا ممكن خالد؟ هو عنده 3 رجول ليه معلش؟ مين 1.5؟
الراجل ده standing in the ground، واقف على الارض اهو، سبحان الله على الارض اهي. باصص فين بقى الراجل ده؟ تعال نشوف. بيقول لك هنا from the point is 10 meter far from the ايه flag pole. هنا المسافه ما بينه وبين البيز بتاع الفلاج بول، يعني في هنا مثلا ايه علم اهو، بص عليه، هو بص ايه، بص على العلم ده. بيقول لك المسافه ما بينه وبين البيز دي قد ايه؟ قد ايه؟ 10 متر. حلو. واحده واحده بقى. بيقول لك he found the measure of angle of elevation. elevation يعني بص لفوق ولا تحت؟ قلنا elevation يعني بص لفوق. of the top of the flag، بص فوق على الحته اللي فوق خالص بتاعت العلم. الانجل بتاعته هو بيبص كان قد ايه؟ قال لك الانجل بتاعته كانت 40 ديجري و22 مينت. فين بقى الانجل دي؟ فين مستوى عينه؟ ركز في الحته قوي، مستوى نظره فين؟ هو المفروض يا مستر لو هو راجل محترم هيبص قدامه كده. طلع برضه راجل محترم ما عملش حاجه، ده بص على العلم، فبرضه بص فوق هنا برضه بانجل ثانيه اوف اليفيشن بكام؟ ب 40 ديجري و22 مينت. دي الانجل اوف ايه؟ دي الانجل اوف اليفيشن. طيب هو عايز يبقى find the height of the flagpole، عايز يعرف العلم ده كله قد ايه. طب انا احسبها ازاي ده يا مستر؟ احسب ارتفاع العلم ازاي؟ بص يا جماعه صلوا على النبي كده الاول. انا معايا فين التراينجل عندي؟ التراينجل عندي اهو. معايا ايه في التراينجل ده؟ معيش غير انجل بس. لا غلطان، معاكي حاجه تانية، معاكي سايد. فين؟ هو مش الشكل ده تحس ان هو قلب ريكتانجل ولا لا؟ مش ده قلب ريكتانجل؟ والريكتانجل الابوزيت سايد ار ايكوال، يبقى ارتفاع الواد ده زيه زي الحته بتاعت العلم دي. يعني انت اكنك واقفه كده قصاد العلم وعملت دماغي كده، ده انا طولي قد طول العلم وفي حته زياده اهو. الواد طوله قد الحته دي من العلم، هو عايز الحته الزياده دي، فده 1.5 يبقى دي كمان 1 بوينت ايه؟ 1.5. يبقى دي كده 1.5 عشان ده ريكتانجل. حلو. طب ما دي 10، يبقى دي برضو كام؟ صح، يبقى دي كده 10. طب حلو 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 حلو. انا عايز اجيب ارتفاع العالم كله. طب ما انا ممكن اجيب الحته دي كده، ولو جبت الحته دي كده هضيف عليها ال 1.5 يبقى انا جبت العالم كله. يبقى انا اجيب الحته اللي فوق واضيف عليها ال 1.5 يبقى انا جبت العالم كله. طب اجيب الحته اللي فوق دي ازاي؟ ده تراينجل اهو بقى. شوف معاكي ايه الانجل اهي، معاكي ايه؟ انا عايز اجيب الابوزيت، ومعايا مين؟ ومعايا الادجيسنت. ده رول التان. تاني 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 يا ملك. انا دلوقتي معايا مين؟ عاوز اجيب الابوزيت، ومعايا ومعايا الادجيسنت، يبقى اشتغل برول التاني. يبقى تان الانجل دي 40 ديجري و 22 مينت ايكوال الابوزيت اللي هو اكس اوفر الادجيسنت اللي هو 10. جبناه منين 10؟ ما هو زي اللي تحت 10. واعملها شيفت كالك او كروس مالتيبليكيشن تطلع معاك على طول. يبقى 10 تايم تان ال 40 ديجري 22 مينت تطلع معايا كام؟ تطلع معاك 8.5 متر. حلو. ارتفاع الحته دي قد ايه؟ 8 ونص، 8.5 متر. يبقى الهايت بتاع الايه؟ بتاع الفلاج كله قد ايه بقى؟ حد عارف؟ ارتفاع العلم 5، ارتفاع الحته بتاع العلم 8.5 بلس ارتفاع الولد اللي هو 1.5، يطلع معاك كله على بعضه كام؟ 10 متر. بس كده. الهوم ورك بتاعه برضه هو نفس كان تشوز بس، ماشي كده. بكده يكون الدرس خلص، وشكرا ليكم. كان معاكم مستر محمد جمال، وبس كده، سلام.